اهلا بكم مره تانية. والحقيقه ان الحوار الاخير في الحلقه بتاعتنا النهارده كان من المفترض ان احنا نتعرض فيه لنموذج من الشباب قدم فيه طريقه لمحاكاه مجلس الوزراء، ودي طريقه احنا تعرفنا عليها كثيرا مع كليات الاقتصاد والعلوم السياسيه ومع الجامعه الامريكيه. ممكن تكون طريقه مش مبتكره ومش جديده، لكن كان الجديد هيكون في تفاصيلها، ولان الحقيقه يعني لم يتمكن من الحضور لاسباب احنا مش عارفينها. فعندنا فرصه عظيمه جدا وان احنا نفتح كل الامور المتعلقه بالشباب في مصر. لما يكون ضيفنا شاب، والثوره 25 يناير ثوره شابه، ده بيقول ببساطه وبلغه واضحه ان الاجيال اللي جايه اذا ما تراجعتش نخبتنا درجه لورا وفتحت مجال لكل الشباب انه يقدر يلاقي لنفسه طريقه ايجابيه للتعامل، يبقى احنا بنقفل عليهم الابواب فما نرجعش نزعل بعد كده. هرجع افكركم ان احنا ما بين يعني الاعتصام اللي شهدته الجامعه الامريكيه، ما بين الجامعه الالمانيه، ما بين اللائحه الطلابيه، ما بين كل الانشطه والفعاليات اللي ما بيتمش الزخم فيها من كل التيارات السياسيه اللي موجوده الا بالمجموعات الشابه. ليه المجموعات الشابه هي القادره على الحشد؟ ليه المجموعات الشابه هي القادره على التواجد في الشارع وتصدير اراء طول الوقت للمجتمع والدخول معاه في حاله الحوارات الساخنه؟ هو ده الموضوع اللي احنا هنحاول نتعرف عليه دلوقتي مع احمد العناني، امين لجنه الشباب في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. صباح الخير يا احمد، واهلا بيك. طب اسمح لي في البدايه بس نتكلم عن فكره نموذج محاكاه لمجلس الوزراء. يعني ازاي جت لكم الفكره كشباب وايه المقصود منها؟ طب هو في الحقيقه نماذج المحاكاه السياسيه تجربه مش جديده على الاطلاق، هي تجربه موجوده من زمان، من اكثر من 50 سنه. بس التجربه كانت دايما مرتبطه بمنظمات دوليه، يعني كانت نماذج محاكاه زي نماذج محاكاه الامم المتحده او نماذج محاكاه جامعه الدول العربيه. هي بتدي فرصه للشباب ان هم يوازنوا ما بين الواقع السياسي وما بين طموحاتهم واحلامهم في التغيير، التغيير السياسي برضه. لكن واقع الامر ان هذه النماذج المحاكاه على المستوى المحلي في مصر ما كانتش منتشره، يعني ما كناش نلاقي نموذج محاكاه مجلس الشعب مثلا، تمام، او كانت بتتعمل مره وما تكملش. فمن هنا وكانت دايما كلها حاجات تشريعيه، يعني مثلا مجلس الشعب الامم المتحده اللي في الاخر بتطلع مشاريع قرارات مش برامج تنفيذيه. فمن هنا جت الفكره ان احنا نعمل نموذج محاكاه تنفيذي محلي متعلق بالشأن العام المباشر والحالي الموجود في مصر، وازاي ان الشاب المصري يقدر يعرف المشاكل اللي موجوده داخل هذه الوزارات، سواء المشاكل الماليه والهيكليه والاداريه، وفي نفس الوقت عارف هو حجم التطلعات والتغيير اللي نفسه فيه. فهو عنده الواقع اللي على الارض الملموس، وعنده طموحات والاحلام، ازاي يقدر يوازن بالاثنين وان هو يطور بطرق ابتكاريه في ايجاد حلول لهذه المشاكل مع الاخذ بعين الاعتبار يعني عملت تمثيل لكل الوزارات بقى كده؟ مصر فيها 33 وزاره، فصعب ان احنا نعمل ال 33 وزاره. احنا اخترنا 10 وزارات، وغالبا هي اهم 10 او الوزارات السياسيه، يعني زي وزاره الداخليه والماليه والدفاع والتعليم العالي. صعب ان انت تاخد ال 33 وزاره، لان برضه في وزارات مجرد ان هي حقائب، مش حقائب وزاريه، مش وزاره تنفيذيه في حقيقيه. يعني النموذج تم في مكتبه اسكندريه وبحضور مين؟ يعني حطنا شويه في صورته. هو النموذج محاكاه مجلس الوزراء هو في مجموعه من الشركاء شاركوا في تنفيذ هذا النموذج. مكتبه اسكندريه استضافتنا، هي استضافت حفل الافتتاح وهتستضيف المؤتمر الخاص بينا. وفي شركاء بقى على كذا ناحيه، في شركاء اكاديميين بيدونا تدريبات اكاديميه لها علاقه بالمهارات التفاوض والحوار. في شركاء سياسيين زي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وده كان بيوفر لنا فرصه ان الحزب ياخد قرارات للشباب وتطلعاتهم، والفكره اللي وصلوا ليها ان هو يوصلها للحكومه ويوصلها للمسؤولين. وفي شركاء من جامعات وحركات طلابيه مختلفه من اسكندريه. احنا اخترنا اسكندريه لان ببساطه نماذج المحاكاه دايما بتتعمل في القاهره. شأن اي حاجه في مصر، يعني الدنيا دايما مركزيه ومرتبطه بالقاهره. فكانت خطوه اولى ان احنا نروح تاني مدينه هي اسكندريه، وعلى امل ان احنا في المرات القادمه نبدا بقى نروح مدن زي اسيوط، زي الفيوم، زي المنيا، زي قنا، سوهاج. انت حصلت على اي حقيبه يا احمد في الوزاره؟ لا انا مش حاصل على اي حقائب. ما مثلتش دور وزير؟ لا مش لا، يعني الطلبه هم اللي هيقوموا بهذا. ايه اجمل حاجه لاحظتها بقى اثناء المحاكاه، يعني اللي لفتت نظرك او بتنبئ ان اللي جاي ممكن يبقى فيه حاجات مختلفه؟
ان ببساطه الشباب المصري لديه من الوعي والقدره على التغيير بشكل كبير جدا وبشكل الناس مش ممكن تتخيله. يعني احنا بنقعد نقول ان الشباب المصري عندهم قدرات، لكن ما حدش فكر ان هو يسمعهم ويشوف قدراتهم دي حدودها فين. نماذج المحاكاه السياسيه لما قعدنا مع الناس اكتشفنا ان في ناس فعلا عندها رؤى حقيقيه لتغيير هياكل الوزاره وجعل الامور اسهل، ويعني وزاره فك البيروقراطيه الدوله العميقه يعني مشكله زي وزاره الداخليه، فكره اعاده الهيكله وفكره ان تخلي المساله اسهل وغير بيروقراطيه. ومش شباب صغير، شباب في سنه اولى وثانيه كليه ويمكن يعني ولسه ما خدوش بتجارب حياتيه كبيره، عندهم القدره ان هم يعملوا كده. فاذا كان ده ممكن يحصل في الجامعه فاكيد في يوم من الايام الوزارات دي لو مسكها شباب صغيرين او عندهم القدره ان هم يطوروها بشكل خلاق. لكن هل حاسس ان مثلا لما بنحكي عن نموذج محاكاه معين بيختلف عن لو كان فعلا وزير تنفيذي في الحكم، يعني بيختلف من حيث المهام، من حيث الصعاب اللي ممكن يلاقيها في وزارته بعيدا عن نموذج المحاكاه؟ يعني الواقع مختلف عن المحاكاه. هو الواقع فعلا مختلف عن المحاكاه، بس هو الغرض من هنا من النماذج دي ان هي تحاكي الواقع. الفكره الاساسيه ان احنا مثلا لو بنمسك اي وزاره او اي هيئه، بناخدها دراسه كامله ليها علاقه بالوزاره دي بتمشي ازاي ومين اللي مسكوها وايه المشاكل اللي كان الوزراء بيقابلوها وايه المشاكل اللي ما زالت موجوده وما بتتحلش، وبنقدم المشاكل دي للمشاركين في النموذج، وهم بيبقى عندهم افكارهم وتطلعاتهم. فانت بتحاكي الواقع وبتحاول ان انت تضيف عليه صبغه يعني صبغه تغييريه ثوريه بشكل ما، بس بما يتناسب الموقف. فهو فعلا احنا لازم نرجع للواقع في الاخر يعني. طيب انت وانت بتقدم الموضوع قلت ان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اللي حضرتك امين الشباب فيه كان شريك. يعني ازاي جت فكره الشراكه، وهل ده اقتصر على امانه الشباب بس؟ لان في جزء كبير من الحاجات برضو اللي بتحتاج بعض التفسير، انه الشارع المصري دايما متصدر له ان كل التيارات المدنيه مش موجوده قوي، مش بتشتغل قوي يعني. طب هو واقع الامر ان دايما العمل السياسي في مصر او العمل الاحزاب السياسي ارتبط بالظهور على الشاشات الاعلاميه، او ان هم يخشوا في نقاشات وما بيشتغلوش يعني ده دايما كان يقال. تجربه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هنا كانت الفكره منها ان احنا نشتغل على مشروع طلابي سياسي، لكن مش بشكل مباشر، يعني هي مش سياسه مباشره، هي مشروع نشاط طلابي عام بعيد برضو عن اتحادات الطلبه، وفي نفس الوقت حاجه اي حد يهتم انه يشارك فيها من غير ما يكون خايف ان هو يتم تسييسه بشكل معين. الفكره دي لما قلنا ان احنا ندخل فيها كشريك، طرحنا كذا حاجه. طرحنا الحاجه الاولانيه ان احنا ممكن نساعد هؤلاء المشاركين ان احنا نقدم لهم الدعم السياسي والاكاديمي اللي ممكن يحتاجوه. يعني في لحظه من اللحظات هم بيحتاجوا يقعدوا مع وزراء معينين، بيحتاجوا يقابلوا ناس على مستوى معين من المسؤوليه السياسيه داخل البلد، واعتقد ان الحزب قادر ان هو يوفر لهم حاجه زي كده. الحاجه الثانيه برضو فكره الدعم الاكاديمي والدعم الاعلامي العام. في مشاريع زي كده كتير في مصر ومشاريع مهمه جدا، لكن للاسف ما بتاخدش الضوء الاعلامي المطلوب، وما بتاخدش برضو غير الشهره الاعلاميه والضوء الاعلامي ما بتاخدش حقها في المجتمع. يعني هو جمال احمد الموضوع ده اماني، وهو بيجي في فتره يعني بنتكلم فيها عن حراك سياسي، يعني في مثلا اضرابات طلابيه، الجامعه الامريكيه اعتصامات، الجامعه الالمانيه مش عارف جامعه النيل. ده ايه مهم بالنسبه يعني للحراك السياسي في مصر؟ يعني الطالب نفسه هو يبقى له دور كبير في انه يعمل حراك سياسي او الشباب. هو مهم على ناحيتين. ان الناحيه الاولى ان لما بيتم ذكر فكره الاضرابات الطلابيه والاعتصامات الطلابيه دايما بتيجي بشكل سلبي في اذهن الناس، ان هم بيفتكروا ان هؤلاء الطلبه خلاص ما بيشتغلوش وبياخدوا مصروفهم، فبالتالي هم مش فارق معاهم انهم يعملوا اضراب يروحوا الكليه ما يروحوش الكليه. فبالتالي نوعيه هذه المشاريع هي اكبر دليل ان الحركه الطلابيه في مصر مش مجرد حركه طلابيه اعتراضيه، لا هي حركه طلابيه اعتراضيه وخلاقه، والاعتراض فيها الغرض منه ان هي بتهدف الى مستوى معيشي وحياتي افضل للطلبه. ولما بنتكلم على مستوى معيشي مش بنتكلم بس على مجرد تخفيض المصاريف الدراسيه او مجرد المشاركه في الحياه السياسيه، لا بنتكلم على طموحات الطلبه واحلام الطلبه بان هم يكون لهم المجتمع الخاص بيهم، وان هم يتحرروا ويكون عندهم فكره ينظموا نفسهم باي شكل من الاشكال اللي يرون مناسب، وان هم يبداوا يطرحوا افكارهم واحلامهم من غير ما يلاقوا قيود، سواء القيود دي قيود امنيه او سواء قيود جامعيه او قيود لها علاقه بالمجتمع ككل. العادات والتقاليد والعادات والتقاليد برضه
يعني بنقدم مختلف اشكالها. فبالتالي النوعيه دي من الانشطه بتدل وتؤكد ان مساله الحركه الطلابيه في مصر اعمق واكبر من ان هي حركه احتجاجيه فقط. اتعاملتوا ازاي انتوا كامانه شباب مع الاضرابات اللي في الجامعات اللي ذكرها؟ هو احنا كسياسه مطلقه لحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي ان احنا كل ما له علاقه بالاعتصامات والمطالب المجتمعيه والاقتصاديه بنقف وراها وبندعمها بكل الاشكال. فيما يتعلق بالاضرابات اللي كانت في الفتره اللي فاتت اللي زي كانت في الجامعه الامريكيه وكان في الجامعه الالمانيه وفي الجامعات الحكوميه كلها في واقع الامر وكذلك جامعه النيل. احنا ساندناهم اعلاميا وسياسيا ووفرنا لهم الدعم القانوني لان كان في مجموعه من الطلبه بيتعرضوا ان هو ممكن اجراءات اداريه تعسفيه. فالمحامين بتوعنا هم متواجدين معاهم وبيساعدوهم ان هم لو في اي حاجه قانونيه او اجراءات قانونيه يساعدوهم ان هم يتجاوزوها. كذلك الامر ان احنا برضو على مستوى الجامعات الخاصه والجامعات الحكوميه علاقات الحزب بمجالس امناء هذه الجامعات قويه، فبالتالي بنقدر ان احنا نتدخل في المفاوضات الخاصه لو الطلبه اترفضوا ان هم نرجعهم تاني، ودي حاله حصلت في الجامعه الالمانيه اعتقد في الاضراب اللي فات فعلا. يعني كان في 5 طلبه اترفضوا وتم فصلهم، وعن طريق مفاوضات الحزب وامانه الشباب قدروا ان احنا نرجعهم وان احنا نوصل الى بديل. واحمد انت جميل انك معانا انك انت منطلق ما شاء الله يعني. انطلاقك ده شخصي ولا عشان الحزب؟ لا ما اقدرش افصل. هو طبعا هو انت حضرتك امين يعني للجنه الشباب او امين الشباب بالحزب المصري الديمقراطي، واحنا بنتكلم زي ما قلنا عن الحركه السياسيه حاليا. مثلا الكلام عن التيار الشعبي وازاي مثلا يبقى في وحده سياسيه في مواجهه فصيل معين ومحاوله خوض الانتخابات القادمه. ازاي يبقى لك امين شباب مع الشباب الاخرين يتم التغلغل في اوساط الشباب من اجل وجود كيان سياسي موحد؟ يعني الشباب دلوقتي هم اللي ليهم دور اعتقد في الفتره القادمه. ده حقيقي. هو بالفعل الشباب هم اللي هيكون ليهم دور فتره قادمه، واللي يدلل على ذلك حاجات كتيره ليها علاقه بتركيبه الاحزاب السياسيه دلوقتي. يعني احنا برضو لو هكون متحيز للحزب بتاعه، لو بصينا على الحزب الديمقراطي الاجتماعي هنجد ان قياداته كلها قيادات شابه على الاطلاق. يعني من ابتداء من الامين عام الحزب اللي هو يعتبر اصغر امين عام حزب في مصر، انتهاء بي على سبيل المثال. فهذه التركيبه الشابه بتسمح ان الشباب يتقدموا المواقع القياديه وبالتالي يكونوا في وسط الحراك السياسي. فيما يتعلق بالانتخابات وبالتحالفات السياسيه اللي بتجري في مصر، اعتقد ان من الضروري قبل وده موقف مش بس موقف سياسي، لا ده موقف حزبي وموقف امانه الشباب، ان احنا قبل ما نبدا نتكلم في التحالفات الانتخابيه اللي هي مطلوبه والمفروض ان احنا نسعى ليها، نتكلم في الضمانات الانتخابيه. على اي اساس هذه الاحزاب هتدخل الانتخابات القادمه؟ هل هتدخل الانتخابات بشكل فردي، بشكل قوائم، هيكون في لجنه عليا للانتخابات، مش هيكون في لجنه عليا قضائي ولا ما فيش؟ بالظبط. اعتقد ان النقاش السياسي المطلوب طرحه في مصر في هذا الوقت مش فكره التحالفات السياسيه على قد ما هو فكره ايه هي الضمانات الانتخابيه، ايه هي قواعد اللعبه، ايه هي الحاجات اللي الاحزاب المفروض تعرفها قبل ما تدخل اللعبه. انا سعيده والله ان الوعي ده يعني لو موجود عند قطاع كبير من شباب مصر ده هيكون شيء ايجابي. عايزين نعرف منك ايه الموقف بقى بتاعكم من الحاجات الساخنه جدا على الساحه. عندنا مؤخرا اللي بيحصل في رفح، وفي زياره رئيس الوزراء لطابه، ما راحش رفح، راح طابه. وعندنا الناحيه الثانيه يعني الاعتراضات على تاسيسيه الدستور، او مش على تاسيسيه الدستور، على المنتج اللي بيتم تسريبه تباعا من تاسيسيه الدستور. طيب لو هنتكلم بالنسبه لاخر حاجه اللي هو ما حدث للاقباط في رفح، فموقف امانه الشباب والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من الموضوع ده هو فكره المواطنه، ان احنا دايما بنقدم نموذج المواطنه على مستوى مصر، مش مسيحيين بس، مش اقباط بس، مش نوبيين بس. فبالتالي ما حدث في مصر هو عار، وعار على المصريين جميعا. الحزب اخذ مواقف كتير منها فكره مش بس اصدار البيانات التي تندد بما حدث في رفح. اعتقد ان بيتم الترتيب دلوقتي لزياره من زياره ميدانيه من الحزب، من رؤساء الحزب وامين عام الى رفح لحل المشكله، وبنحاول ان احنا نتواصل مع رئاسه الجمهوريه ومساعدين رئاسه الجمهوريه نشوف ايه اللي ممكن نعمله، ونبدا نعمل على اصدار قوانين ضد التمييز. مش كل مره تيجي مشكله لها علاقه بالتمييز الديني نحلها بالجلسات الوديه وبالزيارات والبيانات. اعتقد المساله محتاجه تقنين اكتر، محتاجه قوانين اكتر من الحكومه تطلع، ومحتاجه وعي مجتمعي. المساله بس مش محتاجه قوانين. ده بالنسبه لرفح. بالنسبه للدستور القادم،
والله شأننا شأن بقية القوى السياسية في مصر متخوفة من التسريبات اللي بتطلع من اللجنة التأسيسية للدستور، والمتعلقة بفكرة بقى حقوق المرأة وطريقة التعامل معها في المجتمع، المتعلقة بفكرة حق الإضرابات والاعتصامات، والمتعلقة برضو فكرة وجود كيانات دينية زي الأزهر أو الكنيسة مرجعية لها كمرجعية في القوانين. دي كلها تخوفات تثير القلق مش بس لينا، لكل الناس اعتقد، وبالتالي بناء عليه محتاجين ان احنا نطرح تصورات لايجابيات وسلبيات الدستور القادم، ونبدا نشوف نقدم لحركه توعيه مجتمعيه بما يحدث. بيحصل ازاي التوعيه؟ يعني الاشتباك مع هذا المنتج بيتم التوعيه بيه في القاهره فقط، وبيتم التوعيه ازاي؟ هو في كذا خط بننتهجه. الخط الاولاني هو عن طريق استخدام الوسائل الاعلاميه اللي بنمتلكها والماس كوميونيكيشن يعني. الحاجه الثانيه فكره عن طريق التلاحم بقى مع الناس، ان احنا بنعمل مجموعه من الندوات التوعويه في الشارع والسلاسل البشريه اللي بتهتم بالتوعيه بقضيه الدستور، مش بس في القاهره. احنا كنا دايما بنركز على القاهره، لا اعتقد المره دي احنا مركزين على الاقاليم ومحافظات الدلتا ومحافظات شمال الصعيد وجنوب بشكل اكتر، والقرى. يعني بنكتشف ان احنا دايما مهملين اماكن كتيره في مصر، ولما بننزل بنلاقي ان الناس عندها وعي فعلا، بس ما عندهاش علم بالتفاصيل. عندها الحد الادنى المطلوب من الوعي، لكن التفاصيل السياسيه والتفاصيل المتعلقه الحقوقيه اكتر ما بتكون غايبه عنهم. فده كان دورنا احنا كاحزاب سياسيه، ان احنا ننزل ونتكلم معاهم ونبدا نطرح بدائل ونبدا نطرح تصورات لايه اللي ممكن يحصل في الفتره القادمه. يعني كلام على فكره احمد يعني بيقول ان فعلا الحركات العماليه والشباب والحركات الطلابيه هم زخم الناحيه السياسيه في المستقبل اعتقد. طبعا هم المهم جدا. كلامه مشجع وجميل ومنطلق احمد. طبعا اشكرك جدا، اشكرك جدا. حساني معجب بطلاقتك، يعني كان شاكك انك شكلك صغير فما عندكش اجاده يعني اعاده انتاج معلوماتك كده. هو في الواقع دي المشكله اللي كل الناس بتاخدها مع الشباب من اول نظره، يعني دايما الانطباع الاولاني بيكون ان مش عارفين هنطلع منهم ايه، لكن في الواقع الشباب لديهم مخزون كبير قوي قوي قوي، ممكن ان هم يطلعوا بس لو اخذوا الفرصه، والفرصه الحقيقيه مش مجرد الشكل، مش مجرد الشكل الديكوري للشباب، لو تم تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بالمعنى الحقيقي اعتقد ان هم هيبدوا كتير. يعني بتمنى ان حد يسمح بانه التمكين ده يحصل في القريب العاجل، خاصه انه جاي بعد ثوره وثوره شابه. بشكرك شكرا جزيلا احمد العناني، امين لجنه الشباب في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. نورتنا وصباح الخير. صباح الخير يا احمد، وشرفتنا النهارده. والنهارده حلقتنا انتهت، خلصت، لكن افكارنا واحلامنا لبلدنا مصر ما خلصتش. هنفضل دايما نحلم ونقول ان الامل هو مفتاحنا لقدام رغم كل الحقائق المره اللي بتقابلنا دايما، لكن مصر حلوه وتستاهل نحلم عشانها. اماني وحسين النهارده كانوا معاكم، بكره ان شاء الله دينا عصمت ويوسف الحسيني في لقاء اخر واخبار جديده، وصباح الخير لكم. صباح الخير. صباح الخير، الى اللقاء.